يا مساء الفل على أحلى بنات. هاتي قهوتك، تعالي نقعد قعدة صراحة من القلب للقلب. قبل ما نبدأ عايزاكي تسألي نفسك سؤال واحد بس. لو صحيتي بعد 6 شهور من النهاردة هتبقي فخورة بنفسك ولا هتكوني لسه في نفس المكان، بنفس الخوف، بنفس التردد ونفس الأحلام اللي كل يوم بتقولي هبدأ من بكرة؟ عارفة ايه أصعب حاجة؟ إننا أحيانا بنقضي سنين مستنيين اللحظة المناسبة، مستنيين الظروف تتحسن، مستنيين حد يجي ياخد بإيدينا. في الآخر بنكتشف إن العمر بيجري وإحنا لسه واقفين مكاننا. وعشان كده الفيديو ده مش مجرد فيديو عادي، الفيديو ده هو الحلقة الأولى من تحدي ال6 شهور، رحلة كاملة هنمشيها سوا خطوة بخطوة. كل أسبوع هنشتغل على جزء جديد من شخصيتنا، نصلح عادة، نبني ثقة، نفهم نفسنا أكتر، ونتعلم إزاي نبقى أقرب لأفضل نسخة من نفسنا. مش مطلوب منك إنك تبقي مثالية، مش مطلوب منك تغيري حياتك كلها في يوم واحد. المطلوب بس واللي عاوزاه منك إنك تاخدي أول خطوة، لأن بعد 6 شهور من دلوقتي انت ممكن تبقي نفس البنت اللي قاعدة بتسمعني النهاردة، وممكن تبقي نسخة تانية خالص، بنت أقوى، أهدى، أوعى، أقرب للحياة اللي تستحقها. النهاردة أنا مش جاية أقولك كلام تحفيزي وخلاص، ولا جاية أقولك إن حياتك هتتغير في يوم وليلة. عاوز أسألك سؤال واحد بس، انتي راضية عن حياتك دلوقتي؟ مش قصدي راضية عن شكلك ولا شغلك ولا فلوسك، بتكوني فخورة بنفسك ولا بتحسي إن في نسخة أحسن منك مستخبية جواكي بس مش عارفة تطلع؟ عارفة أكتر حاجة مؤلمة إيه؟ إن أغلب الناس مش عايشة الحياة اللي نفسها فيها، مش لأنهم مش قادرين، لكن لأنهم اتعودوا على التأجيل، على الخوف، على فكرة بعد ما أخلص كذا، بعد ما الظروف تتحسن، بعد ما أبقى جاهزة، بعد ما أبقى ارتاح. وفجأة سنة تعدي و2 و5 وحياتك واقفة زي ما هي. خليني أحكي لك قصة يمكن تكون شبهك وشبهي. كان في بنت كل سنة كانت بتكتب أهدافها، عايزة تخس، عايزة تقرأ، عايزة تتعلم مهارة جديدة، عايزة تفتح مشروع، عايزة تغير حياتها. لكن كل سنة كانت بتعمل نفس الحاجة، تحمس يومين وتقف سنة، تبدأ أسبوع وتقف، تقرر وترجع من تاني، تتراجع، لحد ما في يوم صحيت وبصت لتاريخ ميلادها، اكتشفت إن 5 سنين عدوا، 5 سنين كاملين، والأهداف هي أحلام هي وهي تقريبا في نفس المكان. ساعتها بس فهمت الحقيقة، إن المشكلة عمرها ما كانت في الوقت ولا الظروف ولا الناس، المشكلة كانت في حاجة واحدة بس، إنها كانت مستنية حد ينقذها، محدش جه. ودي الحقيقة اللي ناس كتير مش بتحب تسمعها. محدش هيجي ينقذك، محدش هيجي يغير حياتك، محدش هيجي يبني ثقتك بنفسك ولا يحقق أحلامك. بس الخبر الحلو إن ده معناه إن القوة كلها في إيدك انتي. من النهاردة انتي مسؤولة، انتي مش مسؤولة عن اللي حصلك زمان، لكن مسؤولة عن اللي هيحصل بعد كده. عارفة الفرق بين بنت حياتها بتتغير وبنت حياتها واقفة؟ قرار صغير جدا، إن الأولى بدأت برغم التحديات والظروف، لكن التانية قالت هبدأ لما الظروف تتحسن. خليني أقولك إن في كتاب في علم النفس مشهور جدا بيقول إنك لو اتحسنتي 1% بس كل يوم، بعد سنة واحدة هتبقي شخص مختلف تماما. 1%، متخيلة؟ مش 100%، مش تغيير جذري ولا ضغط ولا جلد ذات، خطوة صغيرة بس كل يوم. مشكلة أغلبنا إنه عايز يتحول في أسبوع، عايز يبقى واثق وناجح ومنظم في يومين أو 3، ولما ده ما يحصلش بيستسلم. لكن الحياة مش كده، التغيير مش هيحصل في يوم وليلة. أنا بس عاوزاكي تبدأي من النهاردة، كملي خطوة ورا خطوة،
وما توقفيش، انتي مش محتاجة حد يشوفك، مش محتاجة حد يسقفلك، مش محتاجة حد يصدقك. كملي كملي، ما توقفيش، واقفلي أي حاجة بتشتتك، لأنك حقيقي تستاهلي إنك تكوني نسخة أفضل من دلوقتي. وعايزاكي تعتبري إن الحلقة دي كانت مجرد البداية، أول خطوة في رحلتك بينك وبين نفسك. أما الحلقة الجاية فهنتكلم عن موضوع يمكن يكون من أهم الأسباب اللي مخلية ناس كتير واقفة مكانها. ليه حياتك واقفة مكانها؟ هنتكلم عن التأجيل، الخوف، والعادات اللي بتسرق عمرنا من غير ما ناخد بالنا. وأوعدك ممكن الحلقة دي تخليكي تشوفي نفسك وحياتك بطريقة مختلفة تماما. فلو قررتي تدخلي التحدي بجد، اكتبي لي في الكومنتات أنا داخلة تحدي ال6 شهور، واكتبي كمان ايه أكتر حاجة نفسك تغيريها في حياتك خلال الرحلة دي. هقرأ كل كومنتاتكم وهنمشي الرحلة سوا خطوة بخطوة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان ما يفوتكوش أي جزء من سلسلة تحدي ال6 شهور. أشوفك في الحلقة الجاية ورحلتنا لسه مكملة. بحبكم.